نظرة الشاعر خالد العتيبي للساحة الشعبية ومستقبلها. الساحة، السؤال يا أبو محمد سؤال كبير وطويل، لكن أنا أعتقد أن احنا الآن فترة الساحة، الفترة الحالية نعم. فترة تمر بمرحلة حرث للموجود. نعم. سابقا كانت ما تمر القصيدة إلا من معيار معين، وقد يتردد الشاعر 1000 مرة في طرح القصيدة. الآن مع وفرة القنوات، قنوات الشعر، مع تعدد قنوات الشعر، أصبح هناك نتاج كبير يدخل باسم الشعر. المرحلة ذي أنا أحس أنها مرحلة نتاج، يمكن يبغى لها 2 3، ما أقدر أحدد التوقيت بشكل رسمي، لكن أعرف أنها خلال السنوات القادمة الشعر العامي شعر خالد وقادر أنه يفرز الغث من السمين، حتى وإن كثرت عليه الإشكالات، حتى وإن تداخلت فيه بعض الأمور، حتى وإن أبعدوا به الشطة عن واقعه وعن روضه الصحيح، لكن يثق إن شاء الله أن السنوات القادمة راح تفرز الغث من السمين بإذن الله إن شاء الله. نقرأ يا أبو محمد في هذا المنبر الشعبي ونسمع في المنبر هذاك أن يعني من يقول أن هذا الجيل يفضل على الجيل هذا، وهذا يحارب هذا وهذا يحارب، هل فيه جيل بإمكانه إلقاء الجيل السابق اللي يسبقه؟ يعني يلغي الجيل السابق؟ نعم، يعني يقول لك احنا والله احنا الآن مثقفين ونكتب بثقافة. نعم. وكانهم بعضهم ما شاف اللي يقدم أول العام، ولا شاف اللي قبل 5 سنوات، ولا شاف اللي 10 سنوات، ولا قرأ كتب. بدأ في هذا الجيل وقال خلاص أنا هذول كلهم ألغيهم وإحنا اللي بدأنا. يعني نسمع عبر المنابر سواء كان في المسموعة والمرئية والمقروءة رأي الشاعر محمد خالد العتيبي في هذا الموضوع. والله يا أبو محسن يعني يكفي كيف وصلنا الشعر حنا، إذا كان الجيل هذا يعني حنا تجاوزنا ولا كيف وصلنا هذا الشعر وهذا الموروث. أنا في ما أعرفه وإن كان التشبيه يعني ما هو بقريب، لكن أحس أن الشعر أو الأجيال الشعرية أشبه ما تكون سباق التتابع اللي يسلم الراية للمتسابق اللي بعده. نعم. وللي بعده في مضمار الإبداع والأدب. يعني كل جيل احنا لو ما سمعنا الأجيال اللي قبلنا أو الشعراء اللي قبلنا مثلا، كيف نعرف شيء اسمه شعر؟ يعني الشعر ما هو فقط موهبة موجودة، سماع وتأثر. إذا كان الجيل هذا الشعر هذا له حوالي، يعني المؤرخين قالوا يمكن حوالي 14 قرن أو كذا، يعني إذا القرون كل جيل يلقي الثاني أعتقد ما لا يستحيل، بالعكس. احنا نقول إن هم سبقونا في أشياء، الرجال اللي قبلنا سبقونا. نعم. في العبارة السلسة سبقونا. نعم. في الشعر المطبوع مراحل كبيرة، لكن أحس إنها جيل يسلم الراية للجيل اللي بعده هكذا. نعم. معنا الشاعر فيصل بن طوالة، يا مرحبا. مساك بخير، السلام عليكم. وعليكم السلام، يا هلا. كيف الحال يا أبو محسن؟ الله يطول عمرك ويسلمك. عساك، شلون صحتك؟ الله يخليك ويحييك يا مرحبا. الله يعطيكم العافية على هالبرنامج. وإياك، الله يطول عمرك يا مرحبا. وهذه ما هي غريبة، حنا يا أبو محسن عندنا برامج كثيرة، لكن للأمانة أنت علم من أعلام الخليج، ما عليك زود، الله يطول عمرك ويسلمك. وبحاجة النهوض بهالبرامج هذه. الله يطول عمرك ويسلمك، ما عليك زود. مساك الله بالخير يا أبو فهد. مرحبا يا أبو بدر، مرحبا، ترحيب المطر. كيف الحال؟ الله يبارك في عمرك وأيامك. وشلون صحتك؟ أبشرك لله الحمد لله على ما تحب طال عمرك. أبو فهد أنا ما شهادتي يمكنها مجروحة. الله يطول، أنت أخو وشاعر مبدع. قربي منك، ويمكن تعرف رأيي فيك. أنت من الشعراء اللي اعتبرهم أنا يعني من أصدق الشعراء مع أنفسهم، وشاعر إضافة للشعر فعلا. شهادة أعتز بها يا أبو بدر، الله يطول في عمرك. وأذكر فيه أنا مداخلات يمكن أول أسئلة واجد عندي يا أبو فهد، لكن أبي أختصر لأن عارف إن في مداخلات بعد. الله يسلمك. لكن تكلمنا إحنا عن الجنادرية وإنه منبر وطني يعني للجميع، وأسألك هل كل شاعر يستحق إنه يصل لهذا المنبر؟ هذا السؤال. هذا السؤال يا أبو بدر. ولا الثاني إذا في. أي نعم. السؤال الثاني يعني شعريا، خالد عتيبي إيش خطواته المستقبلية إن شاء الله؟ هذا السؤال الثاني، ودنا نسمع
درر ابو فهد. الله يسلمك. الله يطول في عمرك يا ابو بدر. والله لا يهينك يا ابو محسن. الله يخليك يا كل عام وانتم بخير. الله يطول عمرك ويسلمك. ولا ودي والله اخذ من وقتكم، وهذه الساعة مباركة يعني والليلة مبروكة. الله يطول عمرك ويبارك في حياتك. عمرك يا ابو بدر، وشهادة اعتز بها وسام طال عمرك. الجنادرية طبعا قدمت الكثير، وقدمت وسال عن ابو رأي في الجنادرية عن الشعراء اللي وصلوا الجنادرية. طبعا متروك لك طبعا، مع انها قدمت الجنادرية. انا احد من شارك فيها مرتين يمكن. والله يا ابو محسن انت استاذ ومن الشعراء الكبار اللي احنا نفرح انه يتواجد في الجنادرية. الله يطول عمرك ويسلمك. طبعا الجنادرية اول شيء اشكر ابو بدر الشاعر المبدع فيصل بن طاله وشهادته وسام. بالنسبه لي منبر الجنادرية منبر وطني، كلنا نتشرف ان كل شاعر يتشرف انه يكون في منبر الجنادرية، وهي اعتقد انها تتويج لمرحلة من مراحل الشعر، او تتويج لابداع الشاعر في مرحلة الشعر. خدمة للشعر وغيره. خدمة طبعا هي في الجنادرية خدمة للشعر. نعم. وبالنسبة للشاعر هي تتويج المرحلة الشعرية. صحيح. القضية ليست الوصول ولا عدم الوصول، لأن أنا أعتقد أن كل شاعر مبدع في متواجد يستحق أنه يكون في الجنادرية، لأن الوطن هذا لنا كلنا، وطن للجميع، وطبعا نفخر أن احنا نشارك الوطن في أبسط الأمور. صحيح. فما بالك في منبر يكون التقاء بين القديم والحاضر. صحيح. لكن القضية بالنسبة لي أنا خصوصا في السنوات المتأخرة من يقدم من، يعني هنا الإشكالية فقط، ولا ليست أنه ما يستحق اللي وصلوا ما يستحقون، بالعكس اللي وصلوا شعراء مبدعين ونسعد أنهم يصلون. لكن أنا أقول في السنوات الأخيرة عملية التدقيق يعني تحتاج إلى أكثر من مراجعة. نطلب لهم إن شاء الله التوفيق بإذن الله تعالى. إن شاء الله. عملك أنا سيحرق علي سؤال لكن ما عليه. طلب عن أعمالك القادمة أو أعمالي الشعرية. أنا عندي إن شاء الله بإذن الواحد الأحد ديوان إن شاء الله صوتي راح يكون قريب الطرح. وعندي إن الله أمد في عمرك وعمر من يسمع إن شاء الله. آمين. عندي طرح ديوان مطبوع، وهذا بالغ الأهمية بالنسبة لي. نعم. معنا الشاعر ناصر من الكويت. يا مرحبا ناصر الهاجري. يا مرحبا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا ومرحبا البركة. مساك الله بالخير جميعا، الله يعطيكم العافية، وكل الشكر لله عز وجل، ثم لجميع الأخوة القائمين على هذا البرنامج المميز صراحة. الله يطول عمرك ويسلمك. والشكر موصول لك يا أخوي أبو محسن، والله يعطيكم العافية على هذا البرنامج. الله يطول عمرك ويسلمك. الشاعر خالد العتيبي مساك الله بالخير أبو هذا. مرحبا أبو راشد. هلا يا ابو حياك الله. الله يبارك في عمرك. الله يطول في عمرك. خير يجعلك بخير. لا أدري صراحة انت من الشعراء اللي صراحة نفتخر بهم يا اخوي ابو فهد، الله يطول. من الشعراء اللي قدموا الكثير للشعر. الله يبارك في عمرك. وعندي والله سؤالين انا حقيقة اذا تكرمت الاجابة عليهم ابغى اخذ من وقت البرنامج واجد. اسلم طال عمرك. اخوي ابو فهد، في طور التقدم التكنولوجي اللي نعيشها كلنا من خلال شبكة الانترنت، هذه الشبكة العنكبوتية التي أصبحت القناة الإعلامية الأوسع والأكثر انتشارا. فيه منتديات كثيرة تهتم بالشعر والموروث، برزت في الفترة الأخيرة ونشرها منتدى المرقاب. بما أنك المدير العام لمنتديات المرقاب أخوي الشاعر خالد، هل ترى بأن المرقاب خدم الموروث الشعبي والشعر؟ وهل أنت راضي عما وصل إليه الآن من هذا المستوى وهذه الشهرة؟ هذا بالنسبة للسؤال الأول. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني صراحة هو سؤال وطلب في نفس الوقت يا أخوي أبو فهد. اسلم طال عمرك. كثير ما يردد المتابعون للشاعر خالد بن محمد العتيبي بيتين أو ثلاثة من قصيدة هي مرثية الرسول صلى الله عليه وسلم. ويا ريت يا أخوي أبو فهد نسمعها منك الليلة صراحة. أبشر طال عمرك. أبشر بالجنة، وشاكر لكم، والشكر موصول للشاعر الكثير أخوي أبو محسن، والله لا يهيك على هذا البرنامج اللي صراحة نتابعه كلنا ونحرص على وقته. الله يطول عمرك يا أخ ناصر. الله يعطيكم العافية. شاكرين لك المداخلة وهذا الطيب.